رجعت لك بحل مشكله برنامج ريميني لما كنت بتيجي تحول الصوره بتاعتك لافاتار وكانت بتيجي معاك المشكله دي كده ومش بتعرف تحلها. انا جايب لك حل محدش نزله على اليوتيوب نهائي، فكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. وعايز اقول لك كمان انت لو قدمت الشرح ده ثانيه واحده البرنامج مش هيشتغل معاك، فاسمع الشرح كله بتاع 5 دقايق تمام. بس قبل اي حاجه تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس القناه تعمله الكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصل لك اشعار. ويلا بينا على الشرح. في بدايه الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رجاله انا جايب لكم النهارده حل المشكله لسه اصلا محدش نزلها على اليوتيوب. اول حاجه انت لازما يعني برنامج ريميني يكون معاك النسخه اللي هتكون متسابه في اول تعليق او في الوصف. بعد ما تحملها يا صاحبي هتدخل على عادي جدا. طبعا احنا عارفين اللي هي مش شغاله. طيب احنا هنجرب مع بعض دلوقتي واقول لك تعمل ايه. هو لغز بسيط خالص. النسخه بتفتح معاك كده عادي جدا وبعدين بتضغط استمرار، بتتخطى ده كله طبعا، تضغط كده وبعدين تضغط على السهم دوت وتضغط عليه ضغطه كمان. الشرح سهل جدا يا جدعان، بس اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو. كل اللي عليك هتضغط على كلمه ليتر وبعدين بنوصل للافاتار هنا عادي اهو، نضغط على الاكس ده بنوصل للافاتار هنا وبنختار الصور والدنيا تمام. طيب هتختار الصور كده معايا، اختار الصور وارجع لكم تاني. وليكن كده يا صاحبي انت اخترت 8 صور. كل اللي عليك هتضغط على كلمه اضافه صوره تمام وهتضغط على كلمه نكست. طبعا كلنا بنضغط على كلمه نكست كده وبعد ما يعد معانا ال8 صور ما بيكملش معانا البرنامج. طيب هيخلص دلوقتي وارجع لكم تاني عشان اقول لكم تحلوا المشكله دي ازاي. زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي البرنامج حمل معانا، ودي المشكله بقى اللي بتحصل مع ناس كتير قوي. لما بتيجي تختار هنا مثلا رجل وتضغط على كلمه افاتار البرنامج ما بيرضاش يحمل معانا، ودي المشكله اللي حصلت مع ناس كتير قوي. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ اول حاجه هيكون سايب لك لينك برنامج في الوصف هتحمله معايا بالطريقه دي كده. هتدخل على اللينك اللي في الوصف يا صاحبي هيفتح معاك الواجهه دي كده. كل اللي عليك هتنزل تحت، ركز معايا تعمل ايه عشان لازم تحمل البرنامج ده. هتنزل كده يا صاحبي زي ما انت شايف اهوت، هتلاقي تحميل البرنامج، تضغط على كلمه تحميل وبعدين هتنزل تحت هنا اقول لك استنى 14 ثانيه. هيعد ال 14 ثانيه وتنزل البرنامج. بص يا اخواتي هو بعد معانا اهوت. طبعا لو انت ما عملتش لايك للفيديو اتاكد ان انت عملت لايك. هيعد الثواني دي وتنزل البرنامج واقول لكم تحلوا المشكله ازاي. طبعا انا بقول لكم برضو طريقه تحميل البرنامج اهوت، وهتلاقي اللينك بتاعه في اول تعليق او في الوصف. هتضغط على كلمه تحميل للاندرويد هتلاقي جابك كده البرنامج على طول. هتضغط على كلمه تثبيت. بعد البرنامج ما يثبت يا صاحبي هتضغط على كلمه فتح كده البرنامج هيفتح معاك. هتضغط على كلمه الموافقه المتابعه وتستنى لما البرنامج يحمل زي ما انت شايف اهوت. تضغط على علامه الاكس اللي فوق تمام. طبعا بقول لك نسخه تجريبيه وكده. هتضغط معايا هنا يا صاحبي على الدايره ده كده وتختار السيرفر اللي احنا هنتصل بيه عشان كل اللغز في السيرفر ده. هتختار الولايات المتحده وتضغط على كلمه ترقيه اللي هو اتصال تمام. هتضغط على الاكس دوت كده ونختار اول واحده اللي هي سانتا تمام. كده هيبدا يعمل اتصال معاك زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي. قال لي تم الاتصال. طبعا انت هتتصل بالولايات المتحده سانتا. لو ما اتصلش معاك هتجرب تاني هتلاقيه اتصل. هترجع بقى للبرنامج اهوت بتاعنا اللي هو ما كانش راضي يحمل. هتختار هنا ذكر او انثى. طبعا انا هختار ذكر وهتضغط على كلمه افاتار. هتلاقي البرنامج عدى الخطوه دي معاك عادي جدا زي ما انتم شايفين اهوت وهيبدا يعمل لك الصور. طبعا انا هستنى لما اعمل الصور وارجع لكم تاني عشان نتاكد برضو. زي ما انتم شايفين كده يا جدعان هو مقرب يعمل لي الصور. يعني هو بيقول لي 12:41 ودلوقتي هي 12:40 اللي هو فاضل دقيقه. وطبعا انا قفلت الفي بي ان اول ما عدى الخطوه. يعني عادي اللي انت تقفل الفي بي ان. هتستنى الوقت اللي هو بيقول لك عليه وهتلاقيه عمل الصور. هيخلصها اهوت وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي عمل لكم الصور عادي جدا اهوت من غير اي مشاكل. وتقدر تضغط على الصوره وتعمل لها سيف عندك. طبعا الطريقه محدش نزلها نهائي. يا ريت تكون ركزت معاه في الشرح. ولو انت عايز مثلا تعمل مره كمان كل اللي عليك هتعمل مسح بيانات لبرنامج ريميني اهو. تضغط على معلومات التطبيق وتعمل له مسح بيانات وتعمل نفس اللي انا عملته تاني اللي هو انت هتختار الصور. وبعد ما تختار الصور وتوصل عند الحته اللي بيعلق عندها هتتصل بالفي بي ان وتتصل بالدوله اللي انا قلت لك عليها. كده يا صاحبي شرحت لك الطريقه. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. سلام يا اخواتي اشوفكم في شرح جديد.